بكل فيديوهات مكاوي تقريبا صور مصغرة وسخة بتحكي عن الأجسام ووضعيات غير أخلاقية مع البنات وكتير قصص. وهذا الحكي مو من عندي يا دكتور مكاوي. الشي الوحيد المشاهد اللي لسه لهلأ ما فهمه، منصة يوتيوب أو أي منصة بتقدر تحقق دخل بعدد مشاهدات قليل قادرة تعمل لك دخل منيح. بس تفاجأت بعد ما رجعت شوي على السوشيال ميديا، عامل فيديو عم يرد فيه على الانتقادات، والفيديو اللي عامل فيه الرد كان أسوأ من المحتوى اللي بيقدمه. قصتي مع مكاوي كانت مجرد قصة لحتى وعي الناس اللي ممكن لسه عم تتابع هيك شخص وعم تاخده مثال وقدوة، وحكيت عنه بفيديو واحد بس. أكيد بتعرف هذا الشخص مكاوي، بيتبع نفس أسلوب أديب واعظ وكذاب، كمان بيهمه إنك تصير مليونير. بيحكي لك عن النظافة، وغالبا بتكون النظافة اللي عم يحكي عنها نظافة جنسية، وغالبا بتكون لإرضاء الأنثوي فقط. مكاوي مروج لمستحضرات تجميل الرجال، لهذا السبب اخترع هذا المحتوى على أساس إنه يوعيك تهتم بنظافتك، تكسب حب الأنثى، وهو بهالطريقة ما عم يوعيك، هو فعليا عم يستغبيك ويستفيد من وراك. مكاوي شخص بيتعامل مع الجمهور المهووس بالحياة الكاملة والحياة الدنيا بطريقة وكأنه الكوكب والحياة إلك وبس. وهذا الشيء فعلا واضح للأشخاص اللي قررت تسمع وتفهم الباطن بالكلام، مو بس تاخذ هذا الحكي على محمل التحفيز وإنه هذا الشخص بده ينصحني ويفيدني ويعمل مني شخص ناجح ومعي مصاري كتير. يعني بشو بده ينصحني؟ قوي شخصيتي مع البنات، جسمي، عضلاتي، حتى الكاريزما اللي لازم هي تكون عندك بمفهوم هذا الشخص لازم تكون مربوطة قدام البنات وبس. بكل فيديوهات مكاوي تقريبا صور مصغرة وسخة بتحكي عن الأجسام ووضعيات غير أخلاقية مع البنات وكتير قصص. وهذا الحكي مو من عندي يا دكتور مكاوي. أساسا ما بعرف ليش سميت حالك دكتور مكاوي. دكتور بإنك تصور لي سيارة فخمة؟ أو لا دكتور مسابح، أو دكتور كمال أجسام، ولا دكتور تداول عملات رقمية، ولا دكتور تحفيز عن العادات السيئة، ولا دكتور مستحضرات تجميل، أو ممكن يكون دكتور تثقيف جنسي، أو دكتور إنك تبهدل المشتركين عندك بالكورس بهدف التوعية. أنا متجوز ومخلف أربعة. أو قرر شو بالضبط، لأنه لحد الآن أنا والناس اللي عم تشوفني وتشوفك لحد الآن إحنا جاهلين شو بدك تعمل على منصة يوتيوب. شوف، انت حر بالشي اللي عم تعمله على اليوتيوب، بس لا تحلل وتحرم وتبرر. 90% او 99% من مشاهدينك هن اساسا ضدك وضد المحتوى اللي انت عم تقدمه. يعني كل هالاشخاص اللي عم تترك تعليقات سلبية عندك، كل هدول الاشخاص غلط؟ انا غلط؟ طيب معلش، نحن الغلط وانت الصح. باخر فترة انشغلت بالحياة العملية واهملت الحديث عنها وعن اديب واعظ وكزاز وعلاء مهرة وهي الاسماء المترابطة بالحياة الفيك اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا. يعني في عامل مشترك وحيد بينك وبين هدول الاشخاص، بتستغلوا ضعاف النفوس بحياة فيك بتدعي المثالية. الشيء الوحيد المشاهد اللي لسه لهلأ ما فهمه، منصة يوتيوب أو أي منصة بتقدر تحقق دخل بعدد مشاهدات قليل قادرة تعمل لك دخل منيح. فلا تفكر إنه أجار هي السيارات وأجار هي البيوت من أرباح السوشيال ميديا صعب إنك تستأجرها. سهل كتير إنك تعيشها تماما مثل ما عم يعيشوها هدول الأشخاص لو أنت عندك سوشيال ميديا ناجح فيها وعم بتحقق دخل منها. وأنا لسه ما حكيت عن أرباح الكورسات والإعلانات المدفوعة. في كتير طرق بالسوشيال ميديا اللي هن اساسا بيدعوا انه السوشيال ميديا غير مهمة الهم، قادرة انه تعيشك بطريقة مرفهة كتير. وصدقني هدول الاشخاص لو فعلا مثل ما بيحكوا انه السوشيال ميديا مو من اولوياتهم، كانوا تركوا السوشيال ميديا وتفضلوا الحياة العملية. حتى ما كانوا نظموا التنزيل او نزلوا بشكل دوري على السوشيال ميديا. يعني انا واحد من الناس عندي 120 الف مشترك، ورغم هيك ما عم بقدر نظم موضوع التنزيل. علما قناتي بتجيب لي ارباح، بس انا الحمد لله ربي طاعمني نعمة انه انا عندي حياة عملية خارج السوشيال ميديا، و70% من وقتي لحياتي العملية اللي خارج السوشيال ميديا، والحمد لله عايش منها انا وعيلتي. بس تفاجأت بعد ما رجعت شوي على السوشيال ميديا، عامل فيديو عم يرد فيه على الانتقادات، والفيديو اللي عامل فيه الرد كان أسوأ من المحتوى اللي بيقدمه. يعني بعمري انا ما سمعت صانع محتوى قدوة بيقول لشخص انت حمار لانه بيخالفوا الرأي. مين اللي قال لي على التداول؟ مكاوي نصاب، مش هو اللي حمار. طبعا خلت منها زي الحمار، وطبعا الجوازه ما كملتش عشان هو لط. وحكى عن عدد مشاهداته انه تخطى المليار مشاهدة على كل منصات التواصل الاجتماعي. احنا مجمعين فوق مليار مشاهد. طب تعال لريحك انت كمشاهد واعمل معك عملية حسابية للرقم اللي هو حكاه بأدنى قيمة لنشوف قد ايه طلع ارباح. لو قلنا هالمليار مشاهدة من كل 1000 مشاهدة ربح ربع دولار، رح تكون ارباحه 250 الف دولار. هي لسه ما حكيت بالاعلان المدفوع او الترويج لمنتج معين بعقد شهري او سنوي. ولسه عم تستغرب انت كمشاهد كيف عايشين هيك حياة مرفهة. من الطبيعي انه يستثمر بهيك مجال بانه يفخم قدراته من سيارات وبيوت
ويورجيك انت كمشاهد كل هي الرفاهية اللي هو عايش فيها. بس سؤال، ليش البنات؟ حسب دراسات عالمية العنصر النسائي بالتلفزيون أو بالسوشيال ميديا مشاهد ومتابع أكثر. الأنثى بشكل عام بتلفت نظر المشاهد أو العميل باللبس أو بالشكل أو بالصوت أو بإظهار المفاتن. لهذا السبب بتلاقي إذا فنانة صار معها أي شيء بتلاقي ملايين المشاهدات. لهيك استخدموا العنصر النسائي بالمحتوى اللي هنن عم يقدموه. حتى مكاوي الفيديوهات اللي عنده بالقناة بتمتلك أعلى نسبة مشاهدات هي الفيديوهات اللي بتحتوي على عنصر نسائي أو فيديو محتواه عن البنات. يلي بيزعج أكتر إنه الأشخاص اللي انتقدتهم من قبل ردوا هن الكل بنفس الطريقة، إنه هذا الشخص اللي عم ينتقدنا هو شخص غيران وحقود. وهو للاسف الحقد والغير. طب انا على شو بدي احسدك بالضبط؟ على ارقام مشاهداتك اللي هو اساسا قريب لارقام مشاهداتي؟ او مثلا الفت نظر واحكي مع البنات ويكون هذا همي بس؟ او مثلا ممكن اعمل كورس استفاد منه ماديا ضل رابط معي العالم بكورس ما له نهايه اساسا على امل انهم ياخذوا نتيجه. لك حتى بعد كل هي الانتقادات وعرفت جمهورك شو بيكره، اخر حلقه بقناتك رجعت نزلت عن نفس الموضوع اللي جمهورك عم ينتقدك مشان، ومحتوى هذا الفيديو بيحكي عن طرق واسرار فعاله لانك تشد الانثى إلك. لك حتى حكى خصوصيات عملائه الناجحه والفاشله. طالب اسمه يونس، طالب اسمه خالد، واخر واحد شاد. شفت هذا الفيديو لمكاوي عم يستعرض بيته اللي مكلفه 25 مليون بدبي. طب وين الغريب بالموضوع؟ لو سمحت تدفع كام ايجار؟ ايجار؟ انا شايل هنا وحاجه صغيره ب 20 مليون جنيه. طب ممكن اخد جوله داخل لا مش فاضي، انت زي ما انت شايف عندي معاك. مش هنطول، بسرعه يلا مفيش مشاكل، يلا بينا. زي ما انت شايف يا زيزو الباب اكبر من حياتي كلها، ماليش خلق افتحه، بيفتح لوحده. فاهمني؟ مش طالبه معايا اتعب نفسي في الحاجات دي. انا مش عايش هنا اصلا، فاهم؟ انا عايش فوق 6 اوض، بنام كل يوم في اوضه. بعيدا عن انه هو شخص نصاب، هو اساسا عم يصور ببنطلون مشقوق. ولعلمك هو بينصحك بالاهتمام باللبس، ولما تشوف اهتمامه باللبس تحديدا لحالك رح تفهم انه مستحيل ما ينتبه على هيك غلط. واساسا المكان اللي مشقوق منه البنطلون هو مكان اهتراء بسبب اللبس المتكرر. يعني كتير في شغلات عم تصير عم تثبت انه هنن فيك، مو بس انا عم اقول انه هنن فيك. يبدو هيك اشخاص ما رح تتغير قد ما انتقدناها. يعني انا اذا بحضر سلسلة انتقاد ما رح تتغير هي الاشخاص. يعني حرفيا صار فيك تقول هذا مرض موجود على السوشيال ميديا. الكاريزما اللي بتمنى امتلكها لما اكون بعرف حالي ماشي صح، ماني شخص كذاب وماني ماشي بسكة غلط. الكاريزما وقت الناس تقعد معي شباب او بنات يقولوا هذا الشخص مربى، هاد مثقف، هاد حديثه متنوع، مو بس بيحكي انه يكون جنتلمان مع الانثى. الحياة مو كلها بنات ومصاري وسيارات. مهم انك تكون مكتفي ماديا ومعين قوي لاهلك، وتكون رجال ومعك مصاري وعندك انثى بيوم من الايام رح تدير بالها على بيتك واولادك. بس في شغلات نحن غفلنا عنها. في اشخاص عم تسعى انه تحسن حالها بالحياة الدنيا، ما عملوا شي للاخرة، ما عملوا شي لرضا رب العالمين، عمل للدنيا وللاخرة. وهذا الشي اللي غفلونا عنه بهيك محتوى.